المغرب تثبت في دور المجموعات بانه ولا فاهم شكون ولا، ما بقاش الاندر دوغ، ما بقاش الحصان الاسود، ما بقاش هذاك الفريق اللي غيفاجئ. هو الجماهير المكسيكية تساند المنتخب الوطني المغربي. ماذا بينك وبين الله أيها المغرب؟ هذه الحركة هذه من حسن ومن كرم الأخلاق ديال أشرف حكيمي خلات الشعب المكسيكي كله يتعاطف مع المنتخب الوطني المغربي. صفحات مكسيكية شهيرة على شبكات التواصل الاجتماعي شرعت في حشد الدعم لأسود الأطلس. هادو هما السيكوريتي اللي مكلفين بالحراسة ديال المنتخب المغربي هنايا في مونتيري في المكسيك. الجماهير المكسيكية تساند المنتخب الوطني المغربي. ماذا بينك وبين الله أيها المغرب؟ ماذا بينك وبين الله أيتها المملكة المغربية الشريفة؟ ماذا بينكم وبين الله يا مغاربة؟ تصوروا معايا الجماهير المكسيكية خارجة دايرة واحد الحملة، واحد الهاشتاغات لمساندة المنتخب المغربي. حب الله، شوف سبحان الله العظيم، الحب ديال الله سبحانه وتعالى كيقذفوا في الناس، وهذا دليل على حب الله للمنتخب المغربي وللمغاربة. هاشتاغات في وسائل التواصل الاجتماعي وحملات كبيرة جدا من الجمهور ومن الشعب المكسيكي لمساندة المنتخب الوطني المغربي، وخارجين وكيقول لك حنا غنتساندوه وكنتمناو ينتصر على المنتخب الهولندي. وهنا ما نساوش ديك الوقفه اللي دار حكيمي مع الصحفي المكسيكي مؤخرا من انتصرنا على اسكتلندا، من جا الصحفي المكسيكي وطرح على حكيمي من كان مع وهبي في الندوه الصحفيه. هذا المكسيكي طرح واحد السؤال على حكيمي باللغه الاسبانيه، وناضوا اللجنه المنظمه لهذه الندوه الصحفيه داروا فيه، قالوا لي لا حنا اللي كيبغي يطرح سؤال خصو يطرحوا باللغه الانجليزيه. وناض حكيمي دار فيهم قال لهم لا، خليوه يطرح باللغه اللي كتعجبو وانا غنجاوبو باللغه اللي بغا. وفعلا داك المكسيكي طرح السؤال باللغه الاسبانيه وجاوبوا حكيمي باللغه الاسبانيه، والشعب المكسيكي عجبوا هذا الموقف وكبر لهم في العينين ديالهم حكيمي. Tal Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México. Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es? Excuse me. You can only answer questions in the languages that we said, so no Spanish questions. It's okay. I understand. No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the. I can answer in English if you want. Yeah, but we need the questions also. It's okay. If we start with this. I understand. I can say. Te decía, perdonen, Hakimi, transmitimos en México tu partido mañana. Tienes muchos aficionados en México. ¿Cuál es el mensaje para ellos en México y en todo el mundo? ¿Y prefieres un partido ante Brasil con Neymar o con Neymar? Gracias. How I answer? In English or In English. English. It's really proud to have some fans from your country. I love your country. I be there already. So أشرف حكيمي عميد المنتخب الوطني المغربي دار واحد الحركة، واحد الندوة صحفية في الأيام الماضية اللي فاش بدا المونديال. كانت واحد الندوة صحفية، كان واحد الصحفي مكسيكي دخلوا طرح عليه سؤال بالإسبانية، نقز المشرف على الإعلام في داك الندوة الصحفية أمريكي وقال له لا هنا ما كنهضروش بالإسبانية، هنا كنهضروا بالإنجليزية. هو ينطق أشرف حكيمي قال لي خلي الصحفي يسول بالإسبانية، أنا كنفهم الإسبانية وغادي نجاوب داك الساعات أنا بالإنجليزية. هذه الحركة هذه من حسن ومن كرم الأخلاق ديال أشرف حكيمي خلات الشعب المكسيكي كله يتعاطف مع المنتخب الوطني المغربي. صفحات مكسيكية شهيرة على شبكات التواصل الاجتماعي شرعت في حشد الدعم لأسود الأطلس بعدما بات المنتخب الوطني المغربي أشهر من نار على علم في المكسيك عقب دفاع نجم الأسود أشرف حكيمي عن حق أحد الصحفيين المكسيكيين بالحديث باللغة الإسبانية خلال ندوة صحفية بمدينة نيوجيرسي. أشعلت تصريحات أشرف حكيمي دفاعا عن الصحفي المكسيكي وتنويها بالجماهير المكسيكية شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بات أشرف حكيمي نجما فوق العادة قبل
حلوله بالمكسيك. الجماهير المكسيكية أطلقت وعدها بدعم أسود الأطلس خلال مباراته أمام هولندا، مشددة على أن الجميع سيشجع المغرب وسيحضرون المباراة بإقامة المغرب والمكسيك، ولن يتوقفوا ثانية عن ترديد سير سير سير. وكثر من هذا الشيء حكيمي كان عنده واحد الموقف مع واحد الحقوقي مكسيكي كان وقف معاه، وما نساوش الخير. ماذا بينك وبين الله يا مغرب؟ والله العظيم المغاربه معروفين بالتدرواشيات ومعروفين بانهم حنان، وبانهم كيتهلاو في البراني، وبانهم خصام رجال وعيالات ديال بصح، وبانهم ما كيظلموش وما فيهمش الشغب وما كينقصوش من البراني، وهذه معروفه علينا وفينا الكرم، وهذه معروفه على الصعيد العالمي. والجنسيه المغربيه غاليه ومعروفه على الصعيد الدولي. ودابا كاينه حمله في لي ريزو سوسيو ديال الجماهير المكسيكيه لدعم المنتخب المغربي حبا لوجه الله، حبا في المنتخب المغربي، لانه معروف المنتخب المغربي بالاخلاق ديالو ومرضيه للوالدين. وحنا شفنا الحاج مزراوي شنو دار في هذا المنتخب في المقابله الاخيره مع هايتي، مني ماركا حكيمي وماركا الدري جاسم. ماذا بينك وبين الله يا مغرب؟ تحسدونا والله العظيم، تحسدونا غير على الحب ديال العالم اللي نحن كيحسدونا. تخرج الجماهير المكسيكيه وكدير واحد الحمله في لي ريزو سوسيو، حمله كبيره لمسانده المنتخب المغربي، وكيتمناو الانتصار ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الهولندي. وحب الناس من حب الله، والله تيبغينا والحمد لله رب العالمين، ولا عزاء للحاقدين. Qué bonita contentos con el embajador de Marruecos. Aquí me trajo la camisa, la gorra, vienen 15 aviones, 15 charters a Monterrey. Aquí los vamos a recibir con muchísimo gusto. Y estábamos platicando, pues Marruecos tiene su mundial en 2030. Nos están invitando a conocer Marruecos, aprovechar el vuelo directo a París y a Madrid. Y también inversiones muy importantes de fosfato, de energía, plantas solares. Lunes 29, 16, Marruecos, Holanda. Va a ser un juegazazazo. هادو هما السيكوريتي اللي مكلفين بالحراسه ديال المنتخب المغربي هنايا في مونتيري في المكسيك. السلام عليكم. عنده شويه دابا على الماتش هولندا اللي غنلعبوه ان شاء الله. المغرب ثبت في دور المجموعات بانه ولا فاهم شكون ولا، ما بقاش الاندردوغ، ما بقاش الحصان الاسود، ما بقاش هذاك الفريق اللي غيفاجئ. هو الان فريق اللي كلشي كيوجد ليه مزيان، وبين على روح مسؤوليه كبيره من خلال المباريات الثلاثه ضد البرازيل وضد اسكتلندا وضد هايتي، واللي يقدر من خلالهم انه يخرج 7 ديال النقاط وزائد 3. الان اللعابه كاملين عندهم في دماغهم حاجه واحده، وانه اي فرقه غتلعب ضدهم كيما بغات تكون غتوجد لهم مزيان. وفي كرة القدم خلاف الاشياء اللي كنقولوها، راه المفاجآت كتكون كثيره. راه كاس العالم كامل واخا ربحوا هيك 7 ديال الفراخي، ما تفكروش في هذاك في هذيك النتيجه النهائيه اللي كاينين فيها غير 9 ديال الفرق. فكروا في انه كثير من المنتخبات كانت كتساهل انها تربح نسخ ديال كاس العالم، ولكن تفاجات هي مع منتخبات اضعف، هي مع فرق اللي كانت موجده الماتش مزيان وقرات لهم نقاط الضعف ديالهم. فالمغرب الان خصو يتفادى المفاجآت. شي الهزيمه امام هولندا في حد ذاتها غادي تقدر تكون مفاجاه، خصوصا اذا لعبنا بالطريقه اللي كنعرفوا نلعبوا بها وخلقنا فرص كثيره وما سجلناهاش. هولندا منتخب قوي كيتقال عليه بانه ما خسرش هذه 16 عام دابا في كاس العالم، من النهائي ديال 2010 اللي خسروا ضد اسبانيا بهدف انيستا. ولكن ما خصناش نساو بان المنتخب الهولندي ما شاركش في النسخه ديال 2018، ما كانش حاضر فيها. وتما فين كنا ضحكنا مزيان على الهولنديين، لانه كان واحد اللاعب كنظن فان باستن قال بان الاختيار ديال زياش كان غبي، وفي الاخر زياش لعب كاس العالم ديال 2018 اللي كانت غايبه عليه هولندا.
هذاك الاحتقار اللي كنحسوا به في التصريحات ديال اللاعبين الهولنديين للكره المغربيه غير ناجم على معطيات حقيقيه، انما مفاده ان الكره الافريقيه دائما ما كانت ترى بعين الاحتقار، بان هذوك منتخبات ضعيفه ما عندهاش الامكانيات، ما عندهاش البنيه التحتيه اللازمه، العقليه ديال اللاعب بقى هاويه، لاعبين اللي كيكون عندهم واحد الكاركتير، وهذوك الناس مزيان يبقاو مقولين فينا، ما كاين حتى شي مشكل. الى كاس العالم 2022 محليهمش عينيهم، واذا المنتخب الوطني المغربي في طريقه اللعب ديالو محليهمش عينيهم دابا، مزيان يبقاو حاضريننا، ما كاين حتى شي مشكل. افلاي ملي تكلم وقال بان طريقه اللاعبين المغاربه يمكن تعطي فرص المنتخب هولندا، خصوصا وانهم كيضيعوا الكرات في المناطق ديالهم، انا ما متفقش معاه، لانه المنتخب الوطني المغربي غالبا ما كيكون خطير في الارتداد، وكيطلع بهجمات عكسيه اللي هي خطيره، وغالبا ما غيطلق لهم كره، وغادي يبقى هو في المراكز ديالو في انتظار الحسم، الا الى وهبي اختار انه يلعب بديك الطريقه ديالو المعتاده، كيورك في 20 دقيقه الاولى 25 دقيقه الاولى عاد كيعاود يروبوزيسيوني ليكيب. فافلاي ملي قال بان اللاعبين المغاربه كيخسروا الكره بواحد الطريقه اللي هي خطيره امام المناطق ديالهم، كيمكن لهم نبشروا انه اللاعبين كانوا في مباراه ثالثه متاهلين فيها، وكانت التشكيله مبدله، وكانوا كيحاولوا انهم يوجدوا الحلول بالطريقه ديال اللعب ديالهم الاعتياديه، وتمكنوا من انهم يوقفوا الضغط ديال هايتي، وانهم يلعبوا على لي كاليتي ديالهم، ويستغلوا العيا ديال اللاعبين ديال هايتي باش يقدروا يحسموا المباراه. كاين صحفيين تكلموا، صحفي هولندي قال بانه ما كانش كيعرف المغرب قبل 2022، لاعبين واحد اخرين قالوا بان المنتخب المغربي عنده مشكل في وسط الميدان، وسط الميدان اللي فيه بوعدي وناحي والعناوي، وانه من النقطه ديال القوه ديالهم هي وسط الميدان. هادشي كامل مزيان اللي خاص الناس يديروا، هما انهم يفهموا بان الماتش ديال الكره ما كيتلعبش في عقبه، ماشي شي كيلعبوا في شي بلاصه هابطه بحال هكا والمغاربه غيترتبوا لتحت، وماشي في شي طلعه المغاربه ما يقدروش يطلعوا كاع. الماتش كيتلعب في الوطه، اللي كيتلعب في الوطه كيكونوا فيه دي فاز، كيكونوا فيه وقات اللي انت شاد اللعب، وهذوك الوقات هما اللي خاصك تستغلهم، وكيكونوا فيه وقات اللي انت تسيدي لو جو وخاصك تعرف الدافع، يعني انت اللي كيكون اللعب داخل عندك. وكنقولوا بانه احسن بوكسور اللي كاين ماشي هو البوكسور اللي كيعرف يعطي اللكامات، هو البوكسور اللي كيعرف يستقبل اللكامات ويصبر حتى كيعطي هو الضربه القاضيه، ولا كيهجم بطريقه اللي تسمح له انه يربح النقاط. الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي غادي يكون صعيب، ولكن رغم ذلك حنا كلنا ثقه في ان المنتخب قادر انه ماشي يخلق مفاجاه، انما ياكد الستاتيو ديالو الجديد، هذا الوضع ديالو الجديد، ويمر المباراه القادمه اللي غالبا يا غتكون الصدام الافريقي مع جنوب افريقيا، يا ماتش مع البلد المنظم، واحد من البلدان المنظمه اللي هو كندا. كل التوفيق للاعبين المنتخب الوطني المغربي، ورحنا معكم وتبارك الله عليكم.